السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في مقطع جديد مع الخال. ان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير، ان شاء الله انتم وعائلاتكم واحبابكم والناس اللي تحبوهم الكل تكونوا بخير، خاصة في الفترة هذه. بالنسبة للمقطع اليوم باش نحكوا فيه اولا ديما خاطر اذا كان فما حاجة جديدة باش نحكوا فيها، خاطر تقريبا تم تسريب. كون نقول تسريب يعني راهو نجم يكون فما تغيير بسيط في الارقام، خاصة خاطر باش نعطي ارقام اللي هي اسعار الكريمينال اذا كان باش تهبط. علاش قلت اذا كان يا خالي؟ لانه هي باش تنزل رسميا، اما نحكي في الفتره الحاليه، لانه حتى وقت اللي تكلم بدرو لما حنا تكلمت قبله وقلت لكم المطور البرازيلي شنو قال وبعد قالها بدرو. وتفكر يا صديقي شنو قلت لكم وجبت لكم الصوره نتاع المطور البرازيلي شنو كتب في ستوري. هبط الستوري نتاع اسئله سالوه على الكريمينال قال لهم راهو قريبا، ولكن كي سالوه قال لهم راهو ماهوش في 2020، راهو في العام القادم، راهو في العام المقبل يعني في 2021. وكي سالتوني قلت لكم راهو بين جانفي وفيفري، يعني بعد بمده اسبوع او اقل. بدروا في البث المباشر في الانستغرام اول ما سالوه شنو قال لهم راهو باش فما امكانيه نتاع عوده الكريمينال. قبل قال لا وكلهم قالوا لا، فما امكانيه نتاع عوده الكريمينال، ولكن عوده الكريمينال وقتاش؟ قال راهو جانفي او فيفري او الاغلب فيفري. باهي بالنسبه للحكايه هذه باش نخليك مع التسجيل الصوتي نتاع بدرو، ولكن قبل كل شيء اللي هو تسجيل من الستوري، ولكن قبل كل شيء راهي بشرى وقت اللي حكيت عليها فانه الكريمينال باش تنزل تبقى 3 ايام فقط. راهو بعدها اقل من 12 ساعه راهو فسخت اللايف من نونو لايف. هذه بالنسبه للملاحظه للناس المره اللي فاتت، خاطر هي وقت اللي قالت ما نعرفش عملت كيف معاه، قالت قبل على الكريمينال قالت سينزل بعد 3 ايام وبعد وقتها ذكرتوها ولا وبعد جبدت روحها. المره هذه ما نعرفش باش تعودها ولا. المهم انا نعطي فيكم في الموجود في الساحه حاليا ونخليكم مع التسجيل ونرجع نعطيكم الاسعار. ولم ارى قناتي من قبل. هل سيرجع الكريمينال؟ ممكن يرجع الكريمينال. اوكي ممكن يرجع، في احتمال كبير، يعني ليس كبير ولكن في احتمال يرجع. ميمي حبيبتي ميمي، تحية خاصة لحمزة من المغرب. كيف ما كنتوا تسمعوا، ولكن هو راهو في بث اخر راهو اعطاه بالحق، يعني راهو في 2021، يعني ماهوش في العام الحالي، راهو في 2021 ولكن تقريبا بين جانفي وفيفري. بالنسبه لاي تاريخ اخر تو نقول لكم عليه واي حاجه جديده تو تكون موجوده في القناه، فقط خليني نحكي لكم عن الاسعار التقريبيه اللي باش تكون موجوده اول ما ينزل الكريمينال. وراهو فما موضوع او تسريب نتاع توباب، يعني باش تكون فما توباب موجوده. بما انه توباب موجوده مستحيل تنزل لك توباب 3 ايام، ومستحيل تنزل لك يعني حاضره باش تنزل 3 ايام وتنزل لها توباب. يعني هي حكايه 3 ايام تنجم تنزل راهو تنجم تصير، ولكن ما دام فما حاجه نتاع توباب مستبعد انه باش تنزل 3 ايام فقط. واكيد في التعليقات ردت كلامي، ننتظر رايكم وتوقعاتكم ليه في التعليقات. بالنسبه للاسعار، اولا السكين الاحمر باش يكون تقريبا ب10 احجار صفراء و5 اقنعه. بالنسبة للسكين البنفسجي سكينات الكريمينال، بالنسبة للسكين البنفسجي باش يكون ب6 احجار صفراء وب4 اقنعة. بالنسبة للسكين الازرق باش يكون ب4 احجار و3 اقنعة. بالنسبة للسكين الاصفر باش يكون ب2 احجار وباش يكون بقناع واحد، واللي هو قلنا راه فما امكانية، والامكانية هذه توصل حتى ل 80% انه باش يكون فما توب اب. واكيد 90% منكم كيف سمعني قلت كلمة الكريمينال الاصفر باش يكون ما بقناع واحد او بماسك واحد، اكيد كلكم تخيلتوا ساحة الانتظار صفراء وساحة التدريب صفراء والمباريات الكل صفراء، خاطر هو اقل سكين سعر واقل سكين باش يكون. يعني الناس الكل حتى اللي مشحنش وما عندوش حظ اسوء حظ في التاريخ باش يقوم بشحن توباب، والتوباب تروح بين 200 و 300 جوهرة. وبطبيعة الحال كل شيء راه نحكي فيه حسب التسريبات الموجودة، وبطبيعة الحال قابلة للتغيير، واي تغيير تكون في بالكم به. واكيد ما تنساش باش تخلينا رايك في الاسعار ورايك في الموضوع بصفة عامة. وبطبيعة الحال مهما اختلفت الاراء رانا نحترموها الاراء الكل، وخلينا رايك في التعليقات. حدث الهالوين بطبيعة الحال حكيت عليه قبل ما يتم تسريبها من منزل ملفات داخل اللعبة. بالنسبة للحدث حتى كيف حكينا صحيح هو نفس اللي حكينا، السكين اللي فاتت باش يكون بالتوكن، وسكينات فما سكينات لا محالة، هي الحاجة الوحيدة اللي تغيرت هي نفس السكينات نفس التسريبات، فقط كانت بتسجيل الدخول. بالنسبة للزلاج بدلت، كانت من تسجيل الدخول ولت اصبحت بالتوقيت نتاع اللعب، تلعب 60 دقيقة وتلعب. هذا بالنسبه عندك وقت معين تلعب باش تحصل على الهدايا. موضوعنا مانيش باش نجي نشرح لك حدث خاطر هبطت فيه صفحتين باش نجي صفحه خاطر الاخرى ما تحسبش اصل. اجمع التوكن وتوكن جا هاك ما تشوفوا الخال تو هو يصور 9 تاع الليل. شوفوا حتى 30 دقيقه ماهوش لعبها 0:30 باش الناس اللي فما شكون خاطر يقول لك خال تحقروا. لا راني ما نلعبش يا صديقي، ما نلعبش اصل ساعات حتى في النهار ما نلعبش اصل. باهي
مش موضوعنا. بالنسبة لي خلاني نجبد الموضوع هو راهو صحيح نفس الحدث هالوين، ولكن بين السيرفرات وبين سيرفرنا وبين بقية السيرفرات راهو ما فما حتى فرق. بالحق ما فما حتى فرق بين السيرفرات. راهو الفرق الوحيد هو عندهم هالوين ونحن عندنا هالوين، ولكن هم عندهم هدايا والشرق الاوسط عنده هدايا. هذه خلاصة القول حبيت نقولها بالنسبة للحدث بصفة عامة. وبالنسبة للهالوين بصفة عامة راهو مانيش نحكي اكا هو، يعني مش نقول هدايا وما هدايا، باش نعمل جولة بين السيرفرات وتتذكر كلام الخال، تتذكر المقطع اللي نحكي فيه تو. بقية أغراض الهالوين بطبيعة الحال، بقية الأغراض باش تكون طريقة نزولها في أحداث ويب، وطريقة نزولها خاطر فما طريقة واحدة اللي هي لحد الآن نزلت بها في السيرفر الإندونيسي عن طريق قلب الأوراق، لكن قلب الأوراق والسعر ثابت كلها ب 30 جوهرة. بطبيعة الحال في انتظار السيرفر نتاعنا أكيد باش تبقى مدة كبيرة بعد السيرفرات الأخرى وتنزل لنا في عرض شحن. بالنسبة للحقيبة هي نفس حقيبة الفاير باس، فقط الفرق الوحيد في الألوان. كيف ما رجعنا لحكاية تبدل اللون وهبطها بسعر آخر، هبطها بطريقة أخرى. التلثيمة هي الحاجة الوحيدة، عندك التلثيمة والقنبلة الثلجية هما الحاجتين الوحيدين الجدد في حكاية الهالوين. والسكينات بطبيعة الحال كيف ما شفنا، وأكيد رأيكم هكم تشوفوا حتى الزلاجة نفسها الزلاجة، ما فهم حتى شيء مختلف، فقط تغيير الألوان. حتى المظلة يا رسول الله، حتى المظلة نسخ لصق اللي هكم تشاهدوا فيهم الاثنين، لا عيد رعب لا حتى شيء، الاثنين نفس الشيء، فما حتى اختلاف وما فماش حتى ابداع وما شفنا حتى تغييرات بخصوص الهالوين. على الاقل حتى في الالوان تحسها نفسها تقريبا ما تبدل شيء. بالنسبه للسكينات الطريقه الوحيده اللي حد الان الموجودين بها هم معروفين، ينزلوا في حدث ويب في عجله لفات خاصه. الطريقه الوحيده الموجودين بها حاليا هي عجله لفات خاصه في انتظار وصولهم من سيرفر الشرق الاوسط او وصول واحد منهم، على خاطر ممكن ينزلوا مع بعضهم، ممكن ينزل واحد منهم هكا. وبالنسبه لدراجونوفا حكينا عليها وشفنا رده الفعل نتاعكم، فقط بدات تنزل حاليا في بعض السيرفرات. وبالنسبه لي طلعت حال وقتها طلبت منكم تقييمكم، واغلب تقييمكم كان سلبي، والسبب هو انها ناقصه مع نقص واحد في الدقه. وصلنا لنهايه المقطع. بطبيعه الحال باش نختم فقط المقطع بموضوع صغير اللي هو موضوع بيع الاكواد، خاطر برشا ستوريات وبرشا رسائل اللي توصلني يا صديقي راهو اكثر موضوع نتجنب فيه، والسبب هو لا يعنيني من جهه شنو لا يعنيني، مانيش في الشراكه وبعيد عليه البوبلي هذاك نتاع بيع الاكواد ونبيع وما نبيع باهي. الحاجه الوحيده اللي ممكن نكون ضدها هي حكايه انه التحايل وكل هذا تبيع في الاكواد وبعد يبلوكيك بعد ما تبعث له الكوارت ولا تبعث له فلوس ولا اللي هي خاطر حتى اللي يبيع شنو باش من يجي الاكواد تدفع من المطورين للناس اللي في الشراكه، واللي في الشراكه باش يوزعها هذا يمشي هو يبيعها باسعار. شفت الاسعار فما خاصه الاكواد وقتها وصلت حتى ل 100,000 150,000، لبست الجاز وصلت حتى ل 150,000، لبست راني نشوف الاسعار في الكابتوريت اللي تجيني في الانستغرام مانيش راني نسعر فيها تشوف فيها. اما هذيك الكابتوريت شنو اللي فيه ننصح كان تجنبوها حكايه شراء الاكواد، خاصه خاطر في كثر فيها التحايل. وبالنسبه للناس اللي تستغل ربي يهدي مخلق، خاطر هذه باش ما يقولش هاو الخال ما حبش يجاوبنا على ستوريات، جاوبت على ستوريات وشفت الكابتوريت وكل شيء. ربي يهدي مخلق، هذا ما نقول ما ندخل فيه المتاهات هذيك خاطر لا تعنينا، خلينا في مواضيعنا وكهو. المهم وصلنا لنهايه المقطع، ان شاء الله نشوفكم مقاطع اخرى، وما تنساش تعمل هيك اللايك وتشترك في القناه ومشاركه المقطع مع اصدقائك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.